هاي الإذرة اخوان، اخذنا 4 قواني بس لأجل التجربة. كنا نشوفها رطبة لو مو رطبة، والله هي طلعت رطبة. فشريناها هنا وننتظر الشمس الظهر على ما تدور وتضربه حتى بلش ينشف، لأن إذا حطيناه هيك خليناه شدسناه أو خزناه هو بهيك حالة رطوبة راح يعفن. فمثل ما تشوفون برطوبة. هذا ان شاء الله قد مثل ما قلت بس على مود التجربة. قلنا حتى اذا نريد نطحنهن نطحن الطنين كله نطحنه سوا، لكن سبحان الله طلعت بعد بيها رطوبة الإذرة. فخزناهن بمكان حتى تجف شوية الإذرة، ووراها نقوم عاد نطحنها ان شاء الله. هذا ال4 قواني بس لأجل التجربة، كنا نشوف بيها رطوبة لو لا. طلعت بيها رطوبة. تدرون وجبة الصباح. تي 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 تي. تي 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 تي. تي 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 تي.
طبعا اخوان جماعة خابروني قالوا نريد نجي نتريق يمك. قلت لهم عمي هلا بيكم الله محييكم. قالوا والله بشرط واحد. قلت لهم وهو الشرط؟ قالوا تسوين شاي عالجمر. يابا خير ان شاء الله. ايه بعد؟ قالوا ها هي سوينا شاي عالجمر وها هي الباقي علينا، نجيب جبن عرب ونجيب قمر ونجيب صمون حجري. يابا سهلة. قلت لهم اذا على هاي بيكم خير وتدللوا وبشروا. وهاي من الصبح الشمس توها طالعة وما طالعة. راح ان شاء الله انا اسوي لهم شاي عالجمرية وهم راح يجون ان شاء الله بالطريق. سبحان الله، جيت الصبح لقيت هاي العنس فاطسة. لاني هذه وحدة من اللي جبتهن من نديالة. ما اعرف هي ملدوغة عجبة متسممة، لان هي اجلكم الله زربت صار عندها اسهال وصبح الصباح ولقيتها فاطسة. والحمد لله على كل حال. هذه اللي على قولة العرب اللي ما عنده ما يروح له واللي عنده يروح له. والحمد لله على كل حال. هذا الطري صار لي يومين لا ياكل ولا يشرب. هسه هم جبناه على العيادة. يقول الدنيا صبح وحرارته 40. الله المستعان. عنده التهابات بالامعاء. الدكتور البيطري قال هسه ان شاء الله راح اسوي له علاج والبي خير يقدمه الله سبحانه وتعالى. وهاي اسم العيادة البيطرية، عيادة ليلان البيطرية. موجود هذا داخل الناحية. وهاي الناحية مثل ما تشوفون، هاي السايدين مال داخل الناحية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. صبحكم الله بالخير إخواني المتابعين. مثل باقي الأيام روتين ثابت. طلعنا المعز وعلفنا الطليان الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى. رزقنا بصلاة الفجر لله الحمد والمنة. وقمنا انا وابو مصطفى على الشغل المعتادين عليه. فموضوع يمكن قسم من الاخوان انطوني رأيهم او طرحوا علي فكرة
أنا بصراحة هي ببالي، لكن سبحان الله ما صار عندي مجال أو ما تذكرت بوقت أحكي بيه، لكن هسه جت ببالي السالفة فحبيت أشارككم بيها. الله يجزيكم خير. يقولون بدل اسم القناة، فبصراحة أنا ما ببالي اسم، ما ببالي اسم، فإن شاء الله راح أخلي ببالي عدة أسماء، واللي يحب يشارك بهذا الموضوع أكون ممنون من عنده، والله يجزيه خير. يعني يختار لنا فد اسم حلو أو اسم مناسب حتى نسوي عليه خلنا نقول اشتراك أو قرعة، فعلى أي رأي ينجمع المسلمين إن شاء الله ناخذ بهذا القرار. يعني حبيت بس أحكي لكم بهذا الموضوع. الله يجزيكم خير. فإن شاء الله يعني نسوي يوم استفتاء أو حلقة من الحلقات، نسوي استفتاء ونختار لنا اسم، والبي خير يقدمه الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلعب الطلي، يلعب. هاي كان محصور بلمحة، صار حاطهن ما نطلعهن 3-4 أيام، طلعتهن هسه وقامن يلعبن.
هاي صخلة جمة القرطة، اشتريتها جديد، بعت 2 ذكورة من الجداية، واحد ابن الحوة وواحد اخذته كان صخل كردي. بعتن واشتريت هاي الصخلة، والحمد لله والشكر لله الحمد والمنة. 3 يوم حنت وكفسها التيس البكري او الحجازي. فهي لما اخذتها راعيها قال كان ترابطها ويا الغنم، فما متعودة. طلعناها 2 3 بين ما نشوف غنم تركض على الغنم، ما تسرح ويا المعز، وغريبة يضربونها. فجبناها خليناها هنا ويا الطليان، هي وذيش ضعيفة الحال. لما الله سبحانه وتعالى شوية يرقاهن الحال، شوية يلملم من نفسهن، ود نحولهن ان شاء الله. هاي مثل ما تشوفون علفها خليط تبن وجريش شعير وجرشنا حنطة ونخالة وعدس وخبز يابس. الحمد لله بدأ الدجاج يبيض. هاي هناك همينة ما ادري تشوفونهن ما ادري ما تشوفونهن. مثل ما تعرفون ابو مصطفى الرجل وحده، وانا صحت الشكوى لله، فما قدرنا نسوي لهم قن. هذا وقتي، فإن شاء الله بمرور الوقت راح نرتب لهن قنانة حتى يبيضن أو يكركن براحتن، لأن الدجاج يراد لها قن، واللازم القن أظلم يصير. فإن شاء الله عالجايات بإذن الله راح نكمله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. طبعا اخوان، من الضروري الربيطة تطلع تتمشى كل يومين كل 3 أيام، بين يوم ويوم، حتى تهضم مثل ما وضحت لكم بالفيديوهات السابقة، حتى تهضم وما يصير بيها شباك وما تمرض، الدورة الدموية تمشي بصورة صحيحة. يعني يراد لها حركة والخضار يعني شيء ضروري للربيطة، ضروري جدا. حتى لو بالاسبوع مرة واحدة ياكلن خضار، هم يفتح الشهية مالتها وهم يدررها، لأن مثل ما تعرفون أجلكم الله يصير عندها إدرار هواية، لأن الخضار يحتوي على مي، العلم عند الله 70 أو 75%. فمثل ما قلت
الخضار أو الحشيش ضروري للحلال المربوط. طبعا هو ما ياكل، ينقمش تنقمش، لأنه هو أساسا شبعان علف، بس يطلع يتمشى ينقمش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. طبعا اخوان، هذا العربانة من اختراعات ابو مصطفى، عمل ابو مصطفى، عمل يدوي. والله الرجال الله يجزيه خير، من اللا شيء سوى شيء، الله ينطيه الصحة ان شاء الله. مثل ما تشوفون حديدات كانت عتيجات هنا بالمزرعة، ورتبها ترتيب من هذا المضبوط. هذا الشاصي مالها مثل ما تشوفون قدام عينكم، وهذا الله يعز من قدام، يعني سواها عربانة مضبوطة. هاي تنشد ورا الدراجة او ورا الماطور. يا رب بس اشترينا، ابو مصطفى اشترى التايرات مالات العربانة، عربانة يدوية، والبقية كل الحدايد كانت مشمرة هنا بالمزرعة. اكو واحد من الاخوان مرة علق قال شنو هاي الحدايد مجمعها؟ ذبهن. يا ابو مصطفى الله يجزيه خير جمعهن وسوالنا هاي العربانة. هاي هنا هذا الهوك يتشلب بالهوك بالماطور وتنسحل، يعني حاجات البسيطة مثل ما تشوفون. تفي بالغرض ان شاء الله. طبعا اخوان يمكن ما صار لنا 3 ايام مدري 4 العلم عند الله لما زرعنا البصل، وهذا مثل ما تشوفونه اكو بيه مطقق وطالع البصل ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هسه النوب ان شاء الله راح شو نسوي؟ راح اقول لكم او اعلمكم ايش راح نسوي باذن الله. هذا مثل ما تعرفون كانت مزروعة، شوف الطماطة الفنلندية توها قامت تطرح، سبحان الله على البرد. شوفوها، هاي البذور اللي جبتها من فنلندا هسه قامت تطرح على البرد. هاي شوفوا حتى ورودها مسوية، سبحان الله. المهم، فهذا المكان مثل ما تشوفون تعرفون قبل كان مزروع بانية وباذنجان وخيار، يعني الصيفي. فهذا ان شاء الله راح نستغله ونزرع به خضروات باذن الله سبحانه وتعالى. مثل ما تشوفون القاع بعدها رطبة، راح نسويها الواح الواح، ونباشر ان شاء الله بزراعة الخضروات. والله هي الشكوى لله، الصحة مو تمام، لكن شو تسوي؟ على قولة العرب البيئة ما يخليني، لازم ما اقدر اشتغل، اقعد لازم اشتغل.